فن الخداع. عندما ينتصر العقل على السلاح. في يناير عام 2010 رجل يصل إلى دبي بهدوء، لا حراسة، لا ضجيج، مجرد زيارة سريعة. لكن بعد أقل من 24 ساعة يعثر عليه جثة داخل غرفته الفندقية. الاسم محمود المبحوح، والقضية ستتحول إلى واحدة من أخطر وأشهر عمليات الاغتيال في القرن 21. من هو محمود المبحوح؟ قيادي عسكري بارز في حركة حماس، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن أسر وقتل جنود إسرائيليين في أواخر الثمانينيات، وكان يعد من الأسماء المطلوبة أمنياً منذ سنوات طويلة، لكونه أحد مؤسسي المجموعة 101، أحد أقوى المجموعات التابعة لحركة حماس، والمسؤول الأول على توفير السلاح للحركة داخل قطاع غزة. ماذا حدث في دبي؟ في 19 يناير 2010 وصل المبحوح إلى دبي، وأقام في فندق البستان روتانا. كاميرات المراقبة وثقت تحركات فريق كامل دخل البلاد بجوازات سفر أوروبية. الفريق تعقب الهدف بدقة ودخل غرفته، وبعد ساعات تم العثور عليه ميتاً. أشارت التقارير أن سبب الوفاة هو الحقن بمادة مخدرة والصعق بالكهرباء. عملية بدت احترافية لكن ليست بلا أخطاء. المفاجأة الكبرى: شرطة دبي بقيادة الفريق ضاحي خلفان كشفت تفاصيل صادمة: 27 عنصراً مشاركاً في العملية، جوازات سفر مزورة، تحركات موثقة بالكاميرات، شبكة اتصالات معقدة. الإمارات أعلنت أن العملية تحمل بصمات الموساد، وتم الكشف بعد ذلك أن عملية الاغتيال تمت ضمن صفقة بين جهاز الموساد وجهاز الحرس الثوري الإيراني مقابل معلومات عن شخص يدعى عبد الحميد ريجي، كان مسؤولاً عن مجموعة من العمليات والتفجيرات داخل إيران. لماذا اعتبرت العملية فشلاً استخباراتياً؟ رغم نجاح الاغتيال نفسه، إلا أن انكشاف الفريق بالكامل تقريباً ونشر صورهم وأسمائهم عالمياً تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أوروبية، وأحرج أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. نجاح دفع مقابله الموساد ثمناً سياسياً وأمنياً كبير. اغتيال محمود المبحوح لم يكن مجرد عملية تصفية، بل مواجهة استخباراتية على أرض دولة ثالثة كشفت كيف تدار الحروب الظل في القرن الحديث. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. فن الخداع. عندما ينتصر العقل على السلاح.